بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوتي أخواتي، تحية طيبة لكم جميعا. قطر تخيب آمال دعاة المثلية والشذوذ والفساد الأخلاقي والفسق والفجور، وترد الساعة صاعين للأنظمة الغربية القذرة الإرهابية والمتطرفة والإمبريالية التي استعمرت وقتلت وقامت بسرقة خيرات وثروات المستعمرات. وحينما شبعت وجمعت ثروات طائلة من المستعمرات، ألحقت الإرهاب الذي مارسته والتطرف بالإسلام والمسلمين. كان الغرب يعول على أن تكون قطر محطة لزرع، إن صح التعبير، الشتائل المثلية، لكن قطر ترفض هذه الشتائل النتنة وتعيدها للغرب ليزرعها عنده. كان الغرب قدم كثير من المحاضرات والندوات عن تاريخ الإسلام وعن الإسلام، فيها أكاذيب وفيها مغالطات حقدا وحسدا من عند أنفسهم. وقطر افتتحت العرس الكروي بمحاضرات كان بطلها ذاكر نايك، الذي دخل على يديه مئات من الناس الذين لم يكونوا يعرفوا عن الإسلام شيئا. هناك أيضا بعض الدول التي خرجت بالخزي والعار من هذا العرس الكروي، ألمانيا، وكذلك اجتماع العرب والمسلمون على دعم فلسطين وعدم الاعتراف بإسرائيل، الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي الذي يقتل الأبرياء بدون دم. فنحن فخورون وفرحون بما فعلته قطر، وإلى الأمام لنشر الإسلام في العالم، وإلى الأمام حتى نرى الغرب مهزوما يجر أذيال الخيبة والخزي والعار. مع السلامة.